انت ما تعرفش ان جوزيه مورينيو كان ايه اللي جراله. يعني هو في الاول بدأ بداية حلوة مع الفريق، بحيث انه لما نزل ثلاثة في الدفاع، ونزل أربعة في وسط الملعب وثلاثة في الهجوم. فهو كان قافل الملعب، كان قافل وسط الملعب كويس بالاثنين وسط الملعب واللاعب الثالث اللي في الدفاع. فكان قافل الوسط جيد، وكان قافل الأطراف، وقدر ان هو يحرم اشبيليا من ان هو يوصل المرمى طول 45 دقيقة. وكان بيطلع بالكونتر اتاك عن طريق ديبالا. فلما كان بيطلع عن طريق ديبالا وهو كان اخطر لاعب، لانه كان بيعرف يقف على الكرة جيد، ويعرف يوصل الكرة لقدام. وكان فريق اشبيليا ما كانش قدامه غير حل واحد لما يجي عمق الملعب مقفول والاطراف مقفولة، انه يلعب الكرة الطولية او الكرات العرضية للمهاجم يوسف النصيري. ولكن المهاجم لوحده يوسف النصيري في وسط ثلاث لعيبة من لاعبي روما، فكانت كل الكور هو خسرانها. فهو استمر هذا المنهج لحد طول ال 45 دقيقة الأولى، لحد ما جه في نص خوسيه لويس في بداية الشوط الثاني، وراح مطلع أوليفر توريس، ومطلع لاعب بريانجل، ونزل سوسو، ونزل لاميلا. وبدأت خطورة إشبيليا تظهر بعد ما نزل سوسو ولاميلا، خصوصا إن هو كان لاعب يعني حرك الملعب بشكل جيد، وبدأ يزيد في النص الأمامي. وده اللي خلى وساعده على كده أكتر إن جوزيه مورينيو راح ساحب ديبالا اللي كان بيطلع بالكورة وبيقف على الكورة، فبقي في عجز في الحركة عند روما، وبالتالي لا قادرين يطلع بالكرة ولا قادرين يدافعوا. وانا ما بلومش على جوزيه مورينيو، لانه ممكن يكون ما عندوش بديل لديبالا، لاعب نفس الامكانيات اللي تطلع اللي يعتمد عليه في نص الملعب او في الهجوم، انه يطلع بالكرة او ان هو يمسك وسط الملعب شويه. ما اقدرش الوم عليه لانه اضرب اللعيبه اللي عنده. ولكن اللي تقدر تلوم عليه ان انت بعد ما طلعت ديبالا مش قادر، ما فيش حل بديل ان انت تطلع بالكوره. يعني انت طول الشوط الثاني ما رحتش بهجمه واحده على اشبيليا، عكس الاشبيليا اللي كانت في الشوط الاول ضايعه في الهجوم وضيع في الدفاع، قدرت تتمسك نفسها، لان انت رحمتها في الدفاع. لما بقيت مش بتهاجم، رحمت الدفاع بتاعها، فاعطت الباكات واعطت الباكين، اعطتهم حريه انهم يزيدوا في الهجوم، فبالتالي عملوا كثره عدديه عليك في نص ملعبك. وكانت العرضيات وكانت التسديدات من سوسو، يعني كانت في أقرب من كرة تدخل الجون، ولكن كرة الحارس باتريسيو كان في الموعد. في عدل المدرب التاني، يعني انت المدرب التاني شايف ان هو مفيش غير 2 لعيبة مثلا او لاعب تاني جنب يوسف النصيري جوه ال 18، فهو بيعلق له على طول الكرات العالية. فانت هو لاعب واحد او 2 لعيبة على 5 6 لعيبة من روما، فكل الكرات مقطوعة. فانت المفروض كان ان انت تفكر في حل غير كده، لان انت كده اما تديهم الكرة وتقول لهم خدوا. فانت المفروض كمدرب شايف ان الكرات الطولية مش بتاعتك او مش هتكسبها، خلاص شوف حاجة غيرها، لان انت بتلعب نهائي، مش بتلعب بطولة في الدوري على نقطة او 3 نقط. وده اللي خلى اشبيليا مش اخطر من روما في بداية في الشوط الاول. ولكن احقاقا للحق، التغييرات اللي عملها خوسيه لويس يعني غيرت شكل المباراة تماما، وقدروا يضغطوا على فريق روما. وجوزيه مورينيو ما قدرش ان هو زي ما خوسيه بيبدل ويغير في طريقة اللعب، ما قدرش ان هو التاني على الاقل يحد من خطورة الفريق اللي قدامه. ما هم ايوه اي نعم، الهدف جه ذاتي او هدف جه عكسي بتاع روما بتاع اشبيليا، ولكن في البداية لو بصيت على مجمل المباريات او الاحصائيات هتلاقي ان اشبيليا في الشوط الثاني اخطر من روما طوال ال 120 دقيقة اللي اتلعبت. ودي بس يعني كده تحليل بسيط، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة.